السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو ما كنتوش مشتركين في القناة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعملوا لايك للفيديو، بقى فيديو جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. عملت لكم فلوج كده في المحل اللي هو بتاع السجاد ده، جميل جدا. انا جايبه السجاد بتاعي منه وعجبني جدا، عشان كده قلت ان اما اعمل اصوره وانزله في القناة، عشان ايه؟ لو انتوا محتاجين سجاد او كده تشوفوا برضو الخامات وتشوفوا الالوان وكده والاشكال دي. جميل جدا ان شاء الله يعجبكم. دي الاشكال اللي عنده، دي اللي هي المشايات دي يعني بالمقاس. بتديله المقاس بتاعك وبيقصها لك برضو وبيسرفلها لك وانتي واقفه. المحل ده زي ما شفتوا، كنت مصوره لكم اليافطه. آم، لو تعرفوا التوحيد والنور، اللي هو على الكورنيش في الدواجن او في عزبة النخل، هو ده. يا دوب الشارع اللي بعديه في الوش على طول تخش فيه، هو على طول في الوش، اسمه محل مكة. دي السجاد، ودي اشكال السجاد جميلة جدا. اللي هي اتنين ونص في تلاتة، او اتنين ونص في تلاتة ونص. المقاسات اللي انت عايزاها متوفرة. وصاحب المحل اسمه عم سلامة، راجل جميل جدا وجدع جدا يعني. وان شاء الله اما تروح هيعمل لكم خصم، وتقولوا له اننا من طرف فرحة يعني، او طرف عم ابو محمود، الاتنين. فان شاء الله لو حبيتوا تروحوا اكتبوا لي بس في التعليقات، وان شاء الله اقول لكم. دي اشكال سجاد كده خليته يفتحها لي واوريها لكم. دي اللي هي الشعر تركي، جميلة جدا. مش الشعر قوي كمان، هو فرد لكم واحدة شعر كده لونها جنزاري زي دي كده، دي عجباني جدا. ان شاء الله اجيبها واوريها لكم برضو في الشقة بتاعتي. إيه، ويا رب تعجبكم. دي عاملة 1800، اللي هي الصغيرة دي، وفي الأكبر منها فوق اهي عاملة 2000. اهي دي المقاس اللي هو الكبير. ودي أشكال كده، ألوان لو لايقة معاكي بتاخدي منها، وبتشوفي الحاجة اللي هي لايقة معاكي طبعا، اللي هي على ذوقك وبتاخديها. انا خليته يفتح لي كام سجاده كده ووريتها لكم. بص دي شكلها جميل جدا والوانها هاديه ومفيش اي حاجه يعني. وتقيله جدا، برضو تركي. ودي الوانها هاديه برضو، بس فيها اللون ابيض اللي هو الفاتح ده، صعب جدا يعني لو وقع حاجه منك عليه يتغسل. ودي شعري برضو شاك تركي، جميله جدا. آم، برضو اسعارها برضو في الحدود اللي هي الكبيره، اللي هي 2.5 في 3.5، اسعارها 2000. ودي الحاجات اللي هي هادية شوية، مش اللي هي غالية، اللي هي بتاعت الأطفال برضو مشايات. وفي حاجات برضو على قد الأسعار، انتي بتقولوا الأسعار اللي معاكي وهو بيطلع لك عليها. في حاجات عالية وفي حاجات متوسطة وفي حاجات منخفضة كده. سجاد جميل جدا. وحاجات جميلة عجبتني قوي. دي اللي هي المدورة، لو في انتريه او صالون او حاجة زي كده وهتجيبي السجادة ممكن تجيبي المدورة دي. وفي كمان اللي هي بيضاوية شكلها جميل، عجبتني مرة، هتشوفوها دلوقتي، هيفردها قدامكم. وده سجاد برضو اللي هو مش اللي هو الغالي يعني، رخيص برضو شوية، وبرضو في المعقول. دي مشاية كده جاية بنظام الوردة، مش اللي هي مسطرة كده، لا. وده سجاد حرير جميل جدا برضو. زي الحافظة كده، هو حرير وناعم جدا. وليه مشايات كده برضو. وانا خدت السجاد منه في اليوم ده برضو.
هتشوفوه معايا كن بيقطع لي مشاية. وان شاء الله اصور لكم السجاد اللي انا خدته ويعجبكم ان شاء الله. برضو حاجات في المتوسط مش اللي هي عالية قوي، وكانت جميلة برضو. ودي الحاجات اللي هي بتاعت المطبخ. الواحدة سألته قال لي ب100، اللي هي الشيف والكلام ده، اللي هي بتحط في المطبخ دي ب100. صورت لكم الالوان اللي عنده كلها والاشكال، وكان في حاجات بتعجبني كنت بقول له افتحها ونصورها يعني. دي بقى اللي هي المدورة دي اشكالها، اللي انا قلت لكم تنفع في الصالون او الانتريه او الكلام ده. دي اشكالها، اشكالها كلها حلوة يعني جميلة. دي الشعر اللي انا قلت لكم عليها، نوعها تركي برضو جميلة. دي شعر برضو اهي، بس لونها اللي هو فاتح شوية، على حسب الالوان اللي عندك كمان، وعلى حسب الالوان اللي انت عايزاها. ودي زيها برضو. في شعر اللي هو خيوط، وفي الشعر العادي ده. جميلة الوانها حلوة برضو. دي اللي انا بقول لكم عليها اللي هي البيضاوية، برضو تنفع في صالون او الانتريه. ده الشكل اللي انا صورته. في اشكال تانية كتير اللي يعجبك برضو، الالوان اللي انت عايزاها وبيوفرها لك. و... وده شكل السجادة برضو. دي سجادة برضو برضو تركي بس حفر، فيها حفر زي ما انتوا شايفين كده. جميلة جدا، وكان ال الخامة بتاعتها جميلة جدا وتقيلة. ودي لونها حلو قوي عجبني برضو. والسجاد والله جميل كله، والواناته كلها جميلة. ودي برضو هي جميلة. دي التركي اللي انا قلت لكم عليه، الحرير اللي انا قلت لكم عليه حرير تركي برضو، جميلة جدا. وده شكل السجاد تاني اهو. السجاد اللي هو معروض بره. ودي شكلها جميل جدا وهادية، مش اللي هي فيها شغل كتير برضو. ان شاء الله كده اجيب سجادة اللي هي عجباني دي وافرشها لكم كمان في الشقة وتشوفوها وتقولوا لي رأيكم. هي عجبتني جدا ومش عايزة اسيبها، لا عايزة اخدها. فان شاء الله اخدها واوريها لكم. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وينال رضاكم. ولو حابين ان انا اصور لكم في مكان تاني او اصور لكم حاجة تاني، اكتبوا لي في التعليقات وانا ان شاء الله اصور لكم.
هنا كان دي مشايات كده دواسات، يعني كانت الدواسة ب100. وهنا برضو دواسات، مش عارفة الكبيرة دي كانت بكام والله، ب50 ولا ايه مش فاكرة. آه، في برضو حاجات خامات برضو. بصوا عمالة اجيب في اللي عجباني اهو. إيه، الشعر بتاعها كان اللي هو تخين جدا وجميل يعني. دي اللي انا خدتها كانت لسلفتي، وهي جميلة واللايقة على اللون الغرفة بتاعتها، فحلوة. وان شاء الله اصور لكم السجاد كله، والسلام عليكم ورحمة الله.